رجعنا لحضراتكم من جديد مع فقرة باب رزق، والليلة هنتعرف على نموذج لأحد المشروعات الشبابية اللي تبناها مؤتمر مصر باب الوصل اللي تم تنظيمه الأسبوع اللي فات بمدينة شرم الشيخ. مع العلم أن جامعة CIC الكندية وجامعة كيب بريتون في كندا قاموا بتوجيه دعوة للشباب الفائز لتكريمهم على المشروع. فكرة البرنامج المقدم من شركة أوتي هو إعادة تدوير كاوتشات العربيات المستعملة وتحويلها لمواد خام بتتصدر لدول أوروبا وأمريكا، خصوصا ان المواد دي عباره عن مطاط والياف ومواد صلبه بتدخل في الصناعات. المهندسين الشباب قدموا اختراعهم وهو عباره عن ماكينه واحده لتدوير اطارات السيارات بدل 9 ماكينات لمراحل التدوير، وده بيحصل في المشروعات المشابهه حول العالم. المشروع ده بيساهم في توفير كهرباء وايدي عامله كمان، بالاضافه لتحقيق عوائد اقتصاديه وحمايه البيئه من التلوث. معنا في الاستوديو المهندس طارق محمود سيد، مهندس ميكانيكا وخريج الكلية الكندية CIC الدولية. معنا كمان المهندس عمر أيمن، مهندس ميكانيكا ويعمل بشركة بيري كاب ايجيبت للبلاستيك ومدير عام للشركة المنفذة للمشروع. مساء الخير يا شباب. احنا قبل التصوير قلتوا لي انه باشمهندس طارق انت المخ، باشمهندس عمر هو العضلات. مزبوط. فانا هبتدي مع المخ واسالك منين جات لك الفكره؟ طيب، هو الفكرة كلها كشركة مش كمشروع بس OT للإطارات. احنا بنشتغل في الحاجات اللي الناس شايفة ان هي مش هتدي جدوى اقتصادية فيها، وخصوصا عمليات الريسايكلينج كلها. احنا كاندستريال انجينيرز بنتعلم ازاي نقدر نخلق فرص كتيرة جدا، ونقدر من مشاريع صغيرة او مشاريع ملهاش جدوى اقتصادية ونقدر نحولها لحاجه ليها قيمه اقتصاديه. عامه هو احسن الابحاث في الدنيا واحسن المشاريع في الدنيا بتيجي من ان واحد بيقول لا، الوضع مش كما يبدو، الوضع ممكن يتحسن، ممكن يبقى حاجه احسن. وده هو فكره الشركه كلها. مشاريع اعاده تدوير الاطارات في العالم كله مشاريع مجديه بيئيا بشكل كبير جدا، لان فيها الزام. طب قبل ما تكلمني في التفاصيل، مشاريع اعاده التدوير موجوده في العالم كله، تمام. اشمعنى اعاده تدوير اطارات السيارات بالذات اللي انت فكرت فيها؟ هقول لحضرتك، لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع بيئيا ملزم. الناس بتعمل اعاده تدوير للاطارات علشان هو بيسبب مشاكل، لا اما بالحرائق بتاعته، لا اما بيكون انفيرمنتال كيس كويسه لبعض الانواع من الحشرات والحيوانات الزاحفه، فبتسبب عدم توازن بيئي، فبالتالي هو ملزم بيئيا علشان انا لازم اتخلص منه. ولكن اقتصاديا مش ملزم، لان هو الاطار بطبيعه حاله مصنع ان هو ما يحصلش فيه مشاكل، لان هو اللي شايل العربيه. ايوه. فبيتم تصنيعه بمكنه واحده، وبيتم فك مكوناته في 9 مكنات. طبعا 9 مكنات ليهم اوبريشنال كوست، مينتنس كوست، ليهم ليبر كوست، ليهم في كل حاجه ليها تكلفه علشان اقدر افصل المكونات الاساسيه دي. فبتحتاج من 9 ل 10 آلات. فبتكون النتيجه او الجدوى الاقتصاديه للمشروع في النهائي مش هقول مش طبعا معدمه، ولكن مش مجديه جدا مع الايفورت اللي بتبذل من العمال، مع الكواليتي اللي بتطلع. في ناس كتير جدا ما بتستهلكهاش، وبجانب طبعا ان الباي باك بيريود بتاعته او اعاده راس المال بتكون طويله، يعني بتحتاج حوالي 30 شهر. فبالتالي اي راجل اعمال بيفضل ان هو يستغل المشاريع ان هي تقدر ترجع له دوره راس المال في اسرع وقت ممكن. احنا بقى عملنا ايه؟ احنا لمينا التسع آلات في مكنه واحده، فبالتالي كل الكوست اقل من 9 لواحد. بس ما فيش حد عملها فعلا قبل كده؟ مش موجوده في العالم نهائيا. طب ازاي لميتوا 9 آلات في آلة واحده؟ هو بص، هو ده جزء منه شغلنا، تمام. وجزء منه هو احنا كمهندسين اندستريال بندرس حاجه اسمها لين 6 سيجما، بتخلينا نقدر ان احنا نقلل الاكتيفيتيز، نقلل الحاجات اللي في تصنيع اي شيء. بنشيل الان ريكواير اكتيفيتي. فبالتالي في تكنيك معين هندسيا نقدر نصمم حاجه فروم سكراتش تقدر تأدي مهمه بتعملها 9 آلات. وهو ده عمليه التطوير عامه في العالم. العالم كله بيتجه نحو ان احنا نقلل عدد الآلات او نقلل عدد الستبس عشان حاجه تنتج حتى من مكنه واحده. فده خد طبعا وقت. احنا صممنا كام سنه؟ 18 شهر. 18 شهر فروم سكراتش. الموضوع خد في الاول ديزاين كتير جدا، بعد كده خد سيميوليشن اكتر، بعد كده وصلنا لمرحله ان المكنه دي مش موجوده في العالم، فلازم نجرب.
فعملنا بروتوتايب بتكون من كذا فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3. فيرجن 1 وصلنا ل 10% من الحاجه اللي احنا عايزينها، ودي نسبه كبيره عامه لو بالنسبه لاختراع او مكنه مش موجوده في العالم. فيرجن 2 بيحقق 50% ان شاء الله بيتنفذ، وبعدين فيرجن 3 بيحقق ال 100% من الافشنسي اللي احنا محتاجينها. طيب انا قبل ما اسالك عن بقى التكاليف هسال العضلات، ايه العقبات اللي قابلتكم عشان تنفذوا المشروع؟ اول حاجه زي ما طارق قال ان دي حاجه ما اتعملتش قبل كده. يعني احنا مثلا ما فيش حاجه مثلا على النت احنا بنخش نشوف ان عايزين نعمل زي دي. لا، هي كان حاجه انوفيشن جديد بنفكر ان احنا عايزين نعمله ازاي. تمام. تاني حاجه ده اساسا مشروع دورتوا التخرج. الاول ولقيتوا ان فعلا ما فيش المشروع ده ما هي اتعملش؟ ككونسبت نفسها موجوده، يعني هي في ثيوري بتقول ان اللي احنا بنعمله ده موجود، ان هو في ظاهره في حاجه في الماتيريال ساينس يعني بتقول ان في درجه حراره معينه اي ماده بتتحول عندها بتبقى بالظبط زي الازاز. فدي حاجه موجوده، يعني دي حاجه مش احنا اللي اخترعناها. بس الكلام ده احنا بقى هننفذه ازاي؟ هو ده يعني مفيش، لو حضرتك عملت سيرش في اي مكان في العالم مش هتلاقي المكنه دي نفسها موجوده. تمام. او هنلاقيها من يعني بنوصل لنفس النتيجه من خلال 8 مكانات زي ما قال مهندس طارق. من خلال على حسب الخط بيبقى من 7 ل 9 مكانات. تمام. تاني حاجه كان عامل الوقت والامكانيات الماديه بالنسبه لنا، وكان مشروع التخرج بتاعنا، فكنا لازم نسلمه في وقت معين بكميه شغل معينه، لانه احنا كمهندسين صناعيه مش شغلنا ان احنا نصمم بس، شغلنا ان احنا اكتر نطور ونحسن ونمينتين يعني ليفل معين من الانتاجيه. فاحنا اضطرينا ان احنا نتعلم ديزاين، احنا ما كناش نعرف نعمل ديزاين. اتعلمنا ديزاين، كل ده كان في فتره قليله قوي. تاني حاجه فكره التصنيع نفسها، ان احنا الناس اللي احنا بنروح لهم نصنع عندهم الناس دي يعني هي ما عندهمش فكره، يعني هو عنده حاجات ورش ولا كانت ورش ومصانع. طبعا ناس كتير ساعدتنا، دكاتره من الجامعه. الناس كان يعني هو في حاجه معينه هو متعود ان هو بيعملها، فاحنا بنعمل حاجه جديده، فهي الحاجه دي هو مش عارف بيعملها ازاي. فكل ده طبعا مع الوقت، فكان هي دي كانت اصعب الحاجات يعني. مهندس طارق، كلمني عن تطوير المشروع. يعني انتوا فكرتوا فيه في البدايه، ايه امكانيات تطوير المشروع؟ طيب هو احنا مبدئيا زي ما قلت ان في اكتر من بروتوتايب. قبل تطوير المشروع كنا عايزين نقدر نشوف احنا موقفنا من العالم ايه. طبعا هو شيء لوجيك جدا ان انت لو قللت الخط من 9 مكانات لمكنه الكوست كله هيقل وهيبقى المشروع مجدي. بس هيبقى مجدي ازاي؟ عملنا مقارنات مع مصانع صينيه. احنا عملنا تصميم للمصنع بتاعنا، عملنا مقارنات، لقينا مثلا بنوفر في الفيكسد كوست او في التكاليف الثابته بتاعت المشروع. لو انت هتروح تشتريه بنوفر حوالي 30% من سعر الخط، بتتكلم في حوالي 2 3 مليون جنيه من سعره. الفاريبل كوست بنوفر حوالي 60% في السنه. بنكسب اكتر منه بحوالي 20%. الارقام اللي بكلمك حضرتك فيها دي ملايين. تمام. التطوير اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نبتدي ان احنا نحقق فيرجن 2 وفيرجن 3، لان زي ما قلنا كده هو انوفيشن. فهيجي في يوم من الايام ناس هتفكر بنفس التفكير، او ناس هتحاول تقلد، او ناس هتحاول تفكها. لان مهما كنت حامل الموضوع بملكيه فكريه، في برضه ناس بتقدر تعمل الموضوع ده. فالتطوير اللي احنا عايزينه ان احنا مش نكون معاهم، احنا عايزين نكون دايما سابقين خطوه. احنا عندنا النو هاو، احنا اللي نقدر نطوره. ما عندناش مشكله الناس كتير تعمل ده، ما عندناش مشكله الناس كتير تكسب. احنا عايزين كل الناس تكسب وكل الناس تتخلص من الموضوع بشكل كويس يعني. ولكن اللي احنا محتاجينه كان يعني احنا قدمناه حتى في المؤتمر، وهو ده اللي كان حصل الفوكس عليه، ان في جزء من التمويل كان بالتطوير. والحقيقه احنا فوجئنا ان في رجال اعمال عندها النوليدج الكافيه اللي هي تكون مؤمنه ان ده في مكنه جديده انا ممكن ادفع فلوس فيها علشان تتطور. طيب خليني اتكلم اكتر على المؤتمر مع مهندس عمر. انا عايز اعرف ازاي عرفتوا عن المؤتمر، ازاي قدمتوا المشروع، الخطوات اللي تمت ايه؟ المؤتمر كان معلون، يعني اعلنوا عنه على النت عادي. قدمنا، هي الفكره بس ان انت لما بتقدمي المفروض بيكون ليه في يعني دراسه معموله بشكل معين، مش كل الناس كانت عاملاها. احنا كنا عاملين جزء كبير منها، اضطرينا بس ان احنا نغير شويه حاجات وقدمناها وتم يعني اختيارنا. بس هي فكره عامه المؤتمر هو عباره عن بلاتفورم، او اللي هو يعني مكان الناس بتقابل فيه، او الناس اللي عندها افكار بتقابل ناس، يعني بتقابل رجال اعمال او كده. انا شايف ان هي دي حاجه في الوقت ده ناس كتير قوي محتاجاها يعني. دلوقتي بعد طبعا ازمه الدولار وكده، الناس كلها بتتجه ان هي تصنع هنا. والافكار بقى اللي موجوده من الشباب عشان نبتدي نصنع او كده، موجوده حاجات كتير جدا. بس هي الفكره ان الناس بتوصل لمرحله، او الشباب يوصلوا لمرحله
ان هي خلاص انا شايف ان انا عمال بدي ومفيش حاجه بترجع، فخلاص انا هركز بقى في شغلي اول حاجه عامه اللي هي العاديه. لكن لو لقى ان هي في حاجات كتير بتساعده ان هو يوصل برجال اعمال او يوصل لمستثمرين او كده زي المؤتمر، كان يعني هتفرق خد وقت في قد حاجات ايه؟ يعني انت كتير. بتقولي قدمنا على الانترنت كان في شهر كام مثلا الكلام ده؟ الموضوع كله حوالي خد اسبوعين. فعلا؟ حاجه انتوا بسيطه. ما قدمتوش من خلال البرنامج؟ لا، قدمتوا من خلال الانترنت. الانترنت. الاعلان على الانترنت. المهم ان النتيجه كانت النجاح الحمد لله.